السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ أم يارا. أخيرا يا جماعة، أخيرا عملت شوكولاتة دبي أو الفيكس شوكولات زي ما بيقولوا عليها هناك في دبي. شوكولاتة جميلة جدا، وأنا معرفش إن هي بالشكل ده وبالجمال ده وبالطعم ده كمان. أنا يعني يا ريتني كنت عملتها من بدري، من أول ما عرفت بيها. بس هي جميلة جدا وعجبت أولادي جدا جدا، وبصراحة اللي ما جربهاش بجد فايته كتير كتير جدا يا جماعة. يعني لازم تجربوها، لازم حتى لو ما عندكمش قوالب شوكولاته اعملوها في قوالب الحلاوه الطحينيه. اي علبه عندك بلاستيك تعملي فيها الشوكولاته بتاعتك جميله جدا، لازم لازم تجربيها. والتكه بتاعتها كمان تحفه كده. انا عملتها لكم باشكال كتيره، قرمشتها تحفه ملهاش حل، عجبت اولادي جدا. في منه اللي عملته طري وفي منه اللي عملته ناشف عشان خاطر طبعا اولادي وكده. فانا حبيت ان انا اعمله لكم باشكال كتيره، والالوان بتاعها كمان تحفه جدا. اهم حاجه لايك وشير واشتراك في القناه، وتقولي لي في التعليقات ايه رايكم فيها وايه رايكم في الوصفه بتاعه شوكولاته دبي. هنعمل بقى وصفتنا كده مع بعضينا. نبتدي. اول حاجه هتجيبي 200 جرام من كل نوع شوكولاته، شوكولاته بيضه وشوكولاته سودا. هنقطعها كده كويس. هتقطعيها او هتقطعيها بالسكينه زي ما انت تحبي، عايزه تقطعيها ازاي. كل واحده فيهم في طبق. يفضل يكون شوكولاته بالحليب مش شوكولاته خام، يعني يفضل يكون شوكولاته بالحليب، هتطلع طعمها احلى بكتير. وحطيناها في حمام مائي وسبناها بقى كده هو لغايه مع نفسيها كده تفك، وتحط لها معلقتين زيت حلوين كده عشان تبقى تدي اللمعة الحلوة بتاعتها. جبنا بقى نص كيلو من الكنافة وقطعناها بالشكل اللي انتوا شايفينه، قطعناها صغيرة والكنافة طالعة من الفريزر. قطعناها زي ما انتوا شايفين كده اهو، وحطيناها بقى في طاوة في طاسة اي حاجة كده تشيل الكنافة بتاعتنا. وكمان حطينا معاها مكعبين من الزبدة، مكعبين كبار كده. ودي طبعا الشوكولاتة بعد ما بعد ما طلعناها من الفرن او الميكرويف، يعني بعد ما طلعناها من الميكرويف. هنجيب بقى، انا عندي جليتر اللي هو جليتر ترط، اللي هو بتاع الترط وكده، اللي هو لونه فضي. انا حطيته كده وفرقته في القالب بتاع الشوكولاته زي ما انتوا شايفين. طلع معايا بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده صراحه. منظره تحفه، بس انا اضاءه بجد ما كانتش مساعداني في حاجه، بس الحمد لله يعني. تجيبي بقى الشوكولاته الحمراء تعمليها ازاي. تجيبي حته من الشوكولاته البيضاء اللي انت سيحتيها، تحطي عليها الوان طبيعيه، اللي هي الوان طعام يعني. تحطي اللي هي الوان الطعام وتحطيها وبشكل عشوائي زي ما انت حابه ان انت تحطيها ازاي. بعد كده هتجيبي بقى الشوكولاته السوداء اللي انت سيحتيها برضو، وهتحطيها بالشكل ده، توزعيها في كل قالب الشوكولاته. هتوزعيها على الجوانب، اهم حاجة على الجوانب. هتوزعيها بالشكل ده. طبعا اي زيادة هتطلع منيها انتي هتطلعيها وهتطلع جميلة جدا معاكي، ما تخافيش. كله هتبقى سهلة ان شاء الله وجميلة جدا. اهم حاجة ما تنسيش اللايك في الموضوع ده يا جماعة، يا ريت لايك وتوصلوا لي الفيديو بتاعي او قناتي ل 3000 مشترك عشان قناتي لسه صغيرة. هنجيب بقى الشوكولاته البيضه بعد ما سيحناها بالشكل ده، وبرده هنعملها زي الشوكولاته السوداء بالظبط، ان احنا هنوزع الشوكولاته في القالب. واي زوايد او اي حاجه بقى هنطلعها كده هو عشان خاطر القالب بيبقى شكله حلو معانا. هندخلها بقى الفريزر. انا عندي الشكل ده هو شبيه بالمادلين كيك. القالب شبيه بالمادلين كيك، بس هو لا، هو قالب جيلي بتاع على شكل موز يعني كده. انا لقيته صراحه لقيته حلو كده، فقلت اعمله القطع الصغيره اللي انتوا شفتوها اول الفيديو. فطلعت معايا جميله جدا. وطبعا تحتيها كيس خزين او كيس بلاستيك، اي نوع من انواع الكياس، او ورق زبده او اي حاجه. وهتحطيها بالشكل ده، هيطلع معاكي جميل جدا. وهتوزعيها على الكيس البلاستيك اللي انت شايفاه ده، وهتوزعيها كويس خالص لغايه ما تعبي معاكي القالب كله. يعني ما تخافيش، هتطلع معاكي حلوه قوي. اهم حاجه ان انت تجربيها وتقولي لي ايه رايك فيها. انا طبعا مسحت القالب كده ونضفته وخليته الشكل بس الموجود فيه بالطريقه اللي انتوا شايفينه ده. هنجيب بقى الكنافه الحلوه بتاعتنا بعد ما حمرناها كويس خالص بالزبده، وحمرناها التحميره اللي انتوا شايفين. هنجيب بقى كريمه الفستق او البيستاشيو، هنحطها. هنشوف بقى الكميه اللي احنا ممكن نختارها، يعني نحطها قد ايه. هنقلب مع بعضينا ونشوف، هنحس ان هو محتاج تاني هنحط له تاني طبعا بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي.
اهم حاجه ان انت تخلي البيستاشيو اكتر من الكنافه بكتير عشان تبقى حلو خالص معاكي، والوصفه كمان ايه تحسي بطعم البيستاشيو فيه. هتجيبي كمان معلقتين من الطحينه وهتقلبيها معاها عشان خاطر كمان تديها طعم حلو مع البيستاشيو اللي هي او كريمه الفستق. لو حابه ان انت تحطي اي حشوه تانية، يعني عايز تحطي معاها مثلا الكندر او عايز تحطي معاها مثلا نوتيلا، برضو هتبقى جميله جدا. بس انا استكفيت الصراحه بالبيستاشيو عشان انا حسيت ان طعمه جميل جدا اللي هو كريمه الفستق. احنا بقى طلعنا كده القوالب الشوكولاته من التلاجة زي ما انتم شايفين كده بالطريقه دي، وطبعا هتعبيها كتير خالص. هتحطي طبعا بالمعلقه كده تقعدي تصبي فيها، لان احنا عايزين ان البيستاشيو اللي من جوه او الكنافه اللي من جوه عايزينها تبقى كتير زي اللي بنشوفها في الفيديو بتاع شوكولاته دبي. فطبعا احنا عايزينها كتير خالص معانا. هنجيبها ونخليها جميلة كده ونحاول ان احنا نظبط فيها القالب بتاعنا زي ما انتوا شايفين. بعد ما حطينا كل الكنافة في القوالب زي ما انتوا شايفين كده، هتجيبي بقى الشوكولاتة. يعني يفضل يكون كيس خزين او كيس حلواني ان انت تحطي فيها الشوكولاتة عشان تعرفي ايه الكمية المحدودة اللي انت تحطيها فيها. وكمان عشان خاطر الشوكولاته ما تتكبش معاكي من القالب. فطبعا انت بتجيبيها كده وبتحطيها وبمعلقه صغيره كده بتسويها بيدك كده لغايه ما تخليها تتفرد معاكي كلها. انت عرفتي كده الكميه اللي انت حطيها قد ايه. مش هتحطي كتير خالص. لو حسيتي ان الشوكولاته تقيله معاكي حطي لها معلقه زيت او معلقتين زيت لغايه ما تحسي ان الشوكولاته مظبوطه جدا معاكي. هتبقى بالشكل اللي انت شايفاه ده. اي زوايد طبعا انت هتشيليها من القالب عشان يطلع شكل القالب حلو يعني. وبعد كده انا حطيت بقى في القوالب الصغيره اللي هي شكل الموز دي القطعه الصغيره دي طلعت معايا جميله جدا. شكلها تحفه جدا. انا حبيت ان انا اعمل اول قالب ده اعمله بشوكولاته ساده الاول من تحت، ما اعملش فيه اي شكل ولا حاجه. بس في قالب تاني انتوا هتشوفوه في الفيديو اللي هي نفس القالب برضو انا عملته على مرتين. مره بالشوكولاته السوداء بس من غير اي شكل من تحت عشان اوريهولكم، ومره باشكال تحت الشوكولاته السوداء. فطبعا انتوا هتشوفوها وتقولوا لي ايه رايكم فيها. لو عجبتكم يا ريت ما تبخلوش عليا باللايك، وكمان توصلوا لي الفيديو لاكبر عدد ممكن من الناس. وان شاء الله الفيديو هيعجبكم ان شاء الله باذن الله. وطبعا هيبان في التعليقات لما تقولوا لي ان الوصفه نجحت معانا وبقت حلوه خالص. زي ما انتوا شايفين كده انا بعد ما خلصت بنضف القالب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، على اساس ان هو لما يطلع بقى القالب كده ما يبقاش فيه اي زياده من الشوكولاته. حطيت كمان الشوكولاته البيضه بتاعتنا، بس عايزه اقول لكم ان الشوكولاته البيضه يعني اول ما نشفت كده في التلاجة وبقت تمام يعني اتاكلت على طول، ما استنتش يعني في اللي هي القوالب الصغنطوطه دي. القالب بقى بتاع الشوكولاته البيضه فطبعا هي مكفتش معايا، فاضطريت ان انا اسيح شوكولاته تاني عشان اكمل باقي القالب التالت اللي هو من الشوكولاته البيضه. طبعا ده بعد ما طلعت قعدت حوالي ساعه في التلاجة وجمدت بالشكل اللي شايفينه ده. طبعا طلعت زي شوكولاته دبي بالظبط يا جماعه والله. ومن غير اي مجامله بجد طلعت زي شوكولاته دبي في الطعم وفي الشكل وفي كل حاجه جميله. بس انا معرفش شوكولاته دبي لاني ما دقتهاش يعني، بس هما بيحكوا ان هي جميله جدا. فانا عايزه اقول لكم ان انا عملتها زيها بالظبط على اقل الشكل يعني، لكن في الطعم طبعا ان شاء الله هتطلع هي زيها بالظبط. دي بقى القوالب الصغيره اللي انا قلت لكم عليها على شكل موز، يعني القطعه الصغيره اللي انتوا شايفينها دي طلعت جميله جدا معايا. وده طبعا الشكل باللون الابيض اللي هي بالشوكولاته البيضاء. ودي بقى شايفينها كده جميله ازاي. هي بس كانت عايزه لها لمعه بسيطه كده من الجليتر، وانا حطيت لها طبعا الجليتر التراث. هتشوفوها ان شاء الله معايا. وهو بصي كده انا عاملاها ازاي. عملتها وحطيت لها الجليتر شكلها جميل جدا الصراحه، ادت شكل جميل جدا للقالب. ده بقى بعد ما انا عملتها. طبعا التكه بتاعتها مش ما عرفتش توصل لكم لاني انا سرعت في الفيديو. فطبعا عايزه اقول لكم ان الطعم بتاعها يا جماعه تحفه جدا، والقرمشه كمان بتاعتها جميله جدا. انا عايزه اقول لكم دي الشوكولاته البيضاء بعد ما انا عملتها طلعت تحفه وجميله جدا. ده كمان قالب تاني من الشوكولاته. انا كنت عامله قوالب كتير من الشوكولاته ان هي تعجبكم، يعني نص كيلو من الكنافه طلعت معايا قوالب كتيره خالص.
من الشوكولاته، بس مع اني انا زودت كتير من الكنافه البيستاشيو يعني. لكن انا حسيت ان هي عملت لي كتير الصراحه، يعني حلوه جدا. عملت لي 4 من دول غير الاتنين اللي انا كنت عاملاهم في الاول. غير كمان اللي هي القطع الصغيره من الشوكولاته السوداء اللي هي الساده دي، وكمان الشوكولاته بالالوان اللي زي ما انتم شايفينها دي اللي انا قلت لكم عليها ان هي هتعجبكم جدا. يعني انا عايزه اقول لكم ان هي طلعت جميله جدا. بس اهم حاجه طبعا ان انت تشوفي الوصفه كويس وتعمليها كويس خالص. تكتر البيستاشيو فيها، كريمه الفستق تكتريها عشان تطلع الطعم جميل جدا من جوه. كمان تسيبيها كويس في التلاجة حوالي يعني من ساعه لساعتين كده عشان تجمد معاكي وتبقى حلوه زي ما انت شايفاها. الالوان تطلعيها متناسقه جدا. الالوان طبعا زي ما احنا قلنا ان احنا الالوان هنجيب الشوكولاته البيضاء وهنجيب اللي هي الوان الطعام العاديه اللي هي اي لون انت بتحبيه. انا الصراحه حطيت ال3 الوان زي ما انتم شايفين كده. وطلعت جميله جدا. وبتسيحيها كده بشويه حبايه زيت قليلين جدا، يعني حوالي معلقه كده هتطلع الالوان الجميله اللي انت شايفاها دي. طبعا ما تنسيش تعملي لي لايك لو وصلت لغايه هنا في الفيديو. وكمان تشتركي في قناتي، وده اهم حاجه عندي ان انت تشتركي في قناتي، يعني توصلي لي القناه بتاعتي. لو على اليوتيوب توصلها لي ل 3000 مشترك. لو على الفيس طبعا يا ريت ان انا اوصل ل 7000 مشترك على الفيس. وان شاء الله باذن الله قنواتي هتكبر بيكم وليكم ان شاء الله. واتمنى يا رب ان الفيديو يكون عجبكم شوكولاته دبي، واتمنى ان انتوا تجربوها في البيت وتشوفوا كمان ازاي هتطلع حلوه جدا معاكم. انا عايزه اوريكم يعني الشكل تحفه تحفه بجد. يعني شايفه دي يعني ان دي جميله جدا طلعت معايا. الطعم فيها خرافه، والبيستاشيو فيها كتيره جدا من جوه، الكنافه فيها كتيره جدا. واتمنى يا رب ان هي تعجبكم وتجربوها في البيت. وشكرا جدا من مطبخ ام يارا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.